ازيك يا ماما عاملة ايه؟ انا عارفة ان كلمة تربية ايجابية بقت بتخض ناس كتير، واول ما يسمعوها يقولك يعني اسيب العيال تعمل اللي هي عايزاه، او هو انا فاضية كل مرة اتكلم بنفس الهدوء ده؟ الحقيقة لا خالص. التربية الايجابية لا هي تربية سايبة ولا تربية متدلعة، ولا ابدا معناها ان لما الطفل يغلط ما يتحاسبش. هي بس طريقة بنحاول ما نكسرش بيها علاقتنا باولادنا. يعني مثلا لما ابني يغلط ما اكسروش، ما اقولوش انت دايما بتغلط، بس هقوله تعالى نشوف الغلط فين ونحاول نصلحه انا وانت سوا. شايفة؟ انا كده علمته نفس الحاجة اللي كنت هقولها وانا متعصبة، بس بطريقة تخليه يسمعني مش يخاف مني. يعني نقدر نقول كده إن التربية الإيجابية معناها التربية باحترام مش بخوف، بحب مش عصبية. ليه بقى في ناس فاكرة إن التربية الإيجابية دي دلع؟ ببساطة علشان إحنا اتربينا إن الشدة هي اللي بتربي، بس الحقيقة عكس كده تماما. اللي بيتربى مع الشدة الخوف مش الاحترام. في ناس هتقولي طب ما احنا كلنا اتربينا بالطريقة دي وطلعنا زي الفل. تمام، بس انا يعني كان عندي بقى وجهة نظر تانية. الطفل اللي بيتربى بالخوف بيتعلم ان هو يداري غلطه ويخاف من الناس، مش يعني مش يراضي ضميره. هو ده برضو الفرق اللي انا بتكلم عليه. على الصعيد الآخر بقى، الطفل اللي عارف إنك بتسمعيه بيغلط وهو مطمن إنك مش هتهنيه، هو فعلا هنا بيتعلم بجد. طيب، الناس بقى اللي بتقول إن التربية الإيجابية دي ضعف، أنا عايزة أقولك لأ. أنا عايزة صوتك واطي، بس أنا في نفس الوقت عايزاه واثق. يعني لما مثلا ابنك يرفض ينام ما زعقش، بس اقوله انا عارفه انك مش عايز تنام دلوقتي، بس انت جسمك محتاج راحه. تحب ادخلك السرير ولا انت عايز تدخل لوحدك؟ كده انا عملت ايه؟ كده انا خليت هو صاحب القرار، وفي نفس الوقت برضه هو عمل نفس الحاجه اللي انا كنت هعملها. لو هو يعني لو انا زعقت او كده هو كان هيعمل نفس الحاجه. يعني انا مش ضعيفه، انا بعرف اتحكم في نفسي، وده على فكره اصعب كتير من العصبيه. يعني اول ما تبداي تجربي الطريقه دي هتحسي فعلا بفرق. الاطفال بقت بتتكلم اكتر، وفي هدوء كده في البيت، هيحسوا فعلا بامان. والطفل اللي كان بيكذب بيبدا يقول الحقيقه، واللي كان بيخاف بيبدا يعبر. عارفه ليه بقى؟ علشان هو بقى واثق فيكي ومبقاش يخاف منك خلاص، وعارف انك حتى لو زعلتي مش هتأذيه، لكن هتتفهمي. فاهمة؟ أبدأ منين؟ أنا عايزة أقولك إنك مش لازم تبقي أم مثالية مرة واحدة، ولا أصلا يعني ولا أصلا بعدين، ولا لازم تمشي بالظبط زي ما الكتاب بيقول. بس مثلا جربي بحاجات بسيطة كده. جربي مرة لما يغلط وتبقي خلاص هتنفجري كده، تاخدي نفس تعزي لحد 10، تقولي له طب تعالى نشوف هنحاول نحل المشكلة دي ازاي. كده يعني. جربي مثلا لما يعمل حاجة حلوة تقولي له أنا فخورة إنك حاولت، مش بس يعني برافو نجحت. وفي الآخر أنا حابة أقولك إن التربية الإيجابية ما هياش موضة، دي طريقة حياة، وإنك بس بتختاري كل يوم إنك تحبي ابنك أكتر من إنك تسيطري عليه. وهي إنك لما تغلطي ترجعي تصلحي، ولما تتعصبي ترجعي تضمي، مش عشان أبدا هو مغلطش، لكن علشان يتعلم إن الحب الحقيقي ما بيخلصش مع الغلط. بس كده، لو الحلقة عجبتك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد من أنامل صغيرة.